هعمل معاكم النهارده بقى احلى رز بلبن بجد خطير، كريمي كده ووشه مكرمش زي ما انتم بتطلبوه، والسكر بتاعه مظبوط بجد. اوعدكم يعني لو عملتوه في البيت بنفس المقادير مش هتشتروه من بره تاني. اول حاجه معايا بقى واول تركه ان الرز بلبن بعمله في حله ما تكونش خفيفه تماما علشان ما تشيطش الرز بتاعي. تاني حاجه بقى انا هشتغل ب2 كيلو من اللبن، فهاخد منهم كوبايتين وهنزلهم في الحله و4 كوبايات من الميه، وهسيبهم بقى على نار هاديه خالص. ودي تاني تركيه علشان لازم الرز بلبن يتعمل على نار هاديه عشان ما تعملش معايا الطبقه اللي من تحت، ومع التقليب بتغير لي لون الرز، فاحنا لازم نبقى على نار هاديه تماما. هكون محضره بقى معايا كوبايه من الرز المصري المغسول ومتصفي، انا جايباه هنا معبأ مغسول جاهز، فنزلت بقى كده بكوبايه، يعني لكل كيلو من اللبن نص كوبايه من الرز، وده مقدار مظبوط جدا، ما تكتروش في الرز عشان يطلع معانا القوام مظبوط. وعلشان كمان بقى الوش المكرمش اللي انتوا بتطلبوه لازم يكون اللبن دسم كويس جدا، فهاتوا من مكان كده موثوق منه ويكون اللبن عالي الدسم فيه. هبتدي بقى ان انا اخد من ال2 كيلو كوبايه كده وهركنها على جنب، وهنزل بباقي الكميه. طبعا ده بعد ما اتاكدت ان الرز استوى معايا تماما وشرب كل السوائل. هفضل بقى اقلب كده وهسيبه على نار هاديه خالص، وافضل اقلب وايدي كده باستمرار في التقليب. في الوقت ده اكون محضره بقى بوله، هنزل بقى بكوبايه اللبن وعليها نص كوبايه من الكريم شانتيه. انا حاطه هنا باكت كده كامل عامل معايا نص كوبايه، ومعايا كمان بقى كده دي بقى اللي منستغناش عنها ابدا، كريمه الخفق بتاعه الحلويات. هي كده عبوه كده 200 جرام على ال2 كيلو، ونحط ال200 جرام كلهم، ورشه من الفانيليا، ومعلقتين كبار ممسوحين من النشا. ما نكترش في النشا علشان احنا عايزين الرز كده يكون كريمي بعد ما بيبرد ويبقى قوام مظبوط زي الجاهز بالظبط. بعد ما قلبت كده والرز غلي مع اللبن، هروح منزله بقى كده كوبايه السكر، ويفضل بقى ان السكر يكون ابيض ناصع، ما يكونش السكر الغامق شويه، علشان يحتفظ بلون الرز ويبقى عامل زي الجاهز بالظبط. بعد ما خد كده بقى غلوه والسكر داب تماما، بنزل بقى بالخليط بتاعي وافضل اقلب برضو كده باستمرار لغايه ما ياخد غلوه واحده بس. وهلاقيه بقى كده هحس ان هو لف معايا كده عشان النشا كده ابتدى ان هو يشتغل معايا. واطفي بقى على النار وابتدي بقى ان انا اغرفهم بقى في الاطباق بتاعتي. لو اطباق صيني او بايركس بنغرف على طول. لو بقى ان انا هغرف في الاطباق بتاعه التوزيع اللي هي بتبقى بلاستيك شويه كده، لا بستنى كده ربع ساعه لتلت ساعه، وبعد كده ببتدي ان انا اغرفه بقى في الاطباق بتاعتي. بسيبه بقى يهدى تماما كده لغايه ما يبرد، وبعد كده بغطيه باحكام وبدخله التلاجة. بيقعد بقى معايا 4 ساعات وبيخرج بقى كده بالشكل انتوا شايفينه ده. جربوه وقولوا لي ايه رايكم، وبألف هنا. ولو عجبكم الفيديو لايك وسبسكرايب، وان شاء الله نتقابل في فيديو جديد.